السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بصوا النهارده وانا جيت الصبح اللهم بارك ما لقيتش حاجة ماتت الحمد لله. كفاية كده خساير. شكلهم مش عاجبني زي بتوع الدورة اللي فاتت، تحس كده مش نضاف، عرقانين والعرق نشف عليهم، مش عارفة في ايه. فأنا ساكتة يعني لحد طبيعي، كل كتكوت بيختلف عن التاني يعني. المهم اللهم صل عليك يا نبي، النهارده كده في الوقت اللي انا بكلمكم فيه كده تمينا يومين ونص. المفروض انا دلوقتي تالت يوم، بس تالت يوم الصبح الساعه 8، يعني انا هكمل 3 ايام بالظبط الساعه 4 العصر او الساعه 2 العصر، فيعتبر كده يومين ونص. فان شاء الله هنقوله اليوم الثالث، نعتبره اليوم الثالث، هنوزن مع بعض ونشوف الاوزان عامله ازاي، لان هم شكلهم قليلين عن الكتكوت، رغم ان هو يعني الكتكوت مش عاجبني، بس انا استقبلته ما شاء الله كان 44 جرام و43 جرام، يعني كان حاجه حلوه، بس هيئته صغير، فممكن بقى يكون هو نوع الكتكوت كده يعني. طبعا انا بجيب نوعه هب، انا كل مره بجيب هب. فتعالوا كده معانا بالراحه نوزن كده 2 3 ونشوف اوزانهم عاملين زي الدوره اللي فاتت. طبعا انا مؤيده الدوره اللي فاتت وعارفه الاوزان كانت ايه. بصوا كده انا قدام الميزان اهو، كده الكتكوت اهو، بسم الله، وري بقى الشاشه. 72 جرام حلو برضو. هحط واحد تاني اهو ما شاء الله 82 ما شاء الله حلو. هحط واحد تالت 78 مش وحش، جميل. يبقى كده بالنسبه للاوزان دي اوزان كويسه مش وحشه، حسب الجدول اللي انا كنت ماشيه بيه. انا لسه ما عملتش خلطات، انا امبارح بس ضربت لهم بصل وليمون في الخلاط وحطيته على العلف. انا متعوده اعمل حاجتي في كبه الصراحه، انا وريتكم الكبه قبل كده في فيديو من الفيديوهات، بس انا ضغطت عليها شغل في الفتره الاخيره فاتحرقت. فلما اتحرقت اعمل بالعصايه كده على النايين دول. فلما اتحرقت رحت اركب لها موتور، فقال لك لا دي نوع ملهاش قطع غيار. فالله المستعان، انا هدور على حاجه ليها قطع غيار تكون كويسه، ويمكن الفلوس مش متوفره دلوقتي معايا، بس دعواتكم كده ان شاء الله يومين 3 احاول اجمع الفلوس، لاني مش هينفع اقعد من غير ما اعمل لهم خلطات البصل المفروم والليمون، وطبعا حاجات كتيره بقى اللي كنا ماشيين عليها الدوره اللي فاتت وجابت نتيجه مبهره يعني الحمد لله. برضو همشي معاكم خطوه بخطوه. انا النهارده اهو ماشيه معاهم، بس يا معاذ النهارده ماشيه معاهم التحصين اللي الدكتور مديهوني، بس انا كنت الدوره اللي فاتت جنب التحصين يوميا كنت بعمل خلطات، وكنت بدي اعشاب، وكنت بدي حاجات مهدئه وحاجات منشطه، مش منشطه كيميائيه لا، يعني حاجات من الاعشاب الجميله بتاعتنا اللي بتخلي الكتكوت كده يبقى نشيط وياكل حلو ويملى عليه ويبان عليه. فان شاء الله يومين 2 بالظبط هوفر الكبه، وهنجيب بقى كميه البصل بتاعتنا والثوم والتوابل بقى او الاعشاب اللي انا بحطها. انا كنت بحط بقى ايه، انا كنت بحط شطه، كزبره ناشفه، الكزبره الناشفه دي عشان الامساك، كنت بحط جنزبيل، كنت بحب بحط كمون، كنت بحط كركم وخميره وعسل وحلبه مطحونه، شويه حاجات كده جميله قوي، حاجات يعني كانت الصراحه جايبه نتيجه حلوه قوي، وكان الكتكوت فعلا بيبان عليه وكان جميل. فان شاء الله هنعملها، بس ايه يومين 3 كده بالظبط، وهبدا اعملها وهبدا ادخل لهم الفول والصويا وكنت عملت في دوره قبل كده زودت مع العلف شويه سمك. عارفين كده السمك لما كنا بناكله للبط والفراخ البلدي، كنت بجيب سمك واسلقه واهرسه جامد قوي واقلبه مع العلف. مش قادره اقول لكم الشراهه اللي كانت عندهم في الاكل كانت عامله ازاي. كل ده هنكمله مع بعض في الدوره بتاعتنا، بس حبيت اطمنكم الحمد لله ان الحاجه كويسه والوزن كويس، وربنا يا رب يحسن ختامهم ويحسن تربيتهم باذن الله كده خلال الفتره، وما يحصلش اي حاجه تاني. يلا صباحكم عسل ورضا وهنا ورزق ان شاء الله. السلام عليكم. ونسيت اقول لكم قبل السلام عليكم، امبارح الكتكوت كان ب7 جنيه، فمتوقع ان هو هينزل تاني. فيلا لعله خير، اللي نفسه يجيب ان شاء الله ويجرب، وان شاء الله ربنا هينفعه بيهم ويصلح الحال بيهم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.